السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن ايه هي الويتس وايه هي المودلز، خدنا فكره عن انواع المودلز، الحاجات بتاعت جاما، الحاجات بتاعت لاما، الحاجات بتاعت فيسبوك وفاي والكلام ده كله. كمان خدنا فكره ايه هو اللوكاليزيشن، وامتى يبقى عندنا لوكال ال امز، وبناء على ايه لما يبقى عندنا لوكال ال امز ده ازاي ممكن نحل مشاكل الداتا برايفسي او الحاجات اللي علاقه بالكوست. كمان فهمنا في كاشنج، وان ازاي لو في كونتكست كبير هيأثر علينا محتاجين ساعتها نروح نشتري جي بي يوز مختلفه، ازاي لو حجم الموديل هيأثر علينا ازاي. فهمنا شويه حاجات عن الكوانتايزيشن، وكانت الحلقه كلها فائدتها ان احنا نبدا نقول كلام كتير في توبكس مختلفه، وبعد كده قلنا هنمسكها ان ديتيلز حاجه حاجه نبدا نشرحها. طيب في الحلقه اللي فاتت اتكلمت ان احنا هنبدا نروح نفهم طب ايه بقى انواع الجي بي يوز. قلنا هناخد يوز كيس حقيقيه ونقول ان احنا عندنا مثلا وليكن 5 يوزرز، ال5 يوزرز دول عندهم راك سيستم، الراك سيستم ده شغال بطريقه معينه، بناء على ايه هنختار الهاردوير اللي عندنا، بناء على ايه هنشتغل بكوده، بناء على ايه هنبدا نعمل البايب لاين بتاعتنا. ان شاء الله الحلقه دي والحلقه اللي جايه هتبقى بتتكلم اكتر عن احنا ليه بقى محتاجين اصلا الجي بي يوز، ايه الديزاين اللي معموله بيه ال امز، فبناء على الديزاين ده بيحصل حاجات معينه، احنا ساعتها محتاجين حسابات معينه فمحتاجين ساعتها جي بي يو. كمان هنبدا نرد على اشهر سؤال الناس اللي شغاله في السيلز او في الماركتنج في الاندستري بتاعتنا، اللي يقول لك ايه او بتوع البيزنس يقول لك احنا مش هنقدر نجيب لك جي بي يوز، احنا محتاجين ترن كل الكلام ده على السي بي يو. فالمفروض عشان انت تبدا تجستيفاي او تقول له لا انا عاوز جي بي يو مش عاوز سي بي يو، فتفهم الاول ايه اللي بيحصل، وبناء على اللي بيحصل ده احنا محتاجين فعلا جي بي يو عشان هي اشطر او اسرع من السي بي يو في حاجات معينه. الحلقه دي هنتكلم اكتر عن المودلز، شكلها بيبقى عامل ازاي، المفروض بيتكلم بعضها ازاي، كل لاير شكلها عامل ازاي، هنفهم اكتر الترانسفورمرز دي ايه اللعبه اللي جواها اللي بناء عليها بتخلينا نلجا لحته الجي بي يوز. والحلقه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن الجي بي يوز اكتر، عن الحاجات بتاعت نيفيديا وابل والحاجات بتاعت اي ام دي وكل الكلام ده، ونقارن ما بينهم كمان. طيب ان شاء الله نفهم بس احنا فين دلوقتي. احنا الحلقه اللي فاتت خدنا انتروداكشن تو لوكال ال امز، والنهارده نبدا نخش بقى ان ديتيلز ايه هي الترانسفورمرز اللي مبني على ال امز، ايه الاكتنشن ده وليه بياخد جي بي يوز، وايه كل الكلام ده ايه علاقته بالجي بي يو. خلينا الاول نتكلم مع بعض بعيدا بقى عن السلايد دلوقتي، تعالى احكي لك ستوري بسيطه او الاركتكشر ده انا ممكن افهمه لك ازاي. قال لك اي ال الام في الدنيا انت بتقول انه مبني على حاجه اسمها ترانسفورمرز، صح، وليكن موديل مثلا اللي هو بتاع لاما 3.1 8 بليون موديل كده خلاص تمام. اي موديل في الدنيا مبني على الترانسفورمرز دي. قال لك الترانسفورمرز دي عباره عن مجموعه من اللايرز، مجموعه من اللايرز، وليكن لاير 0 لاير 1 لاير 2 لاير 3. حاول في الشرح ده تفهم الكلام بالطريقه دي عشان هو ده اكتر حاجه ممكن تنظم لك الحلقه دي شكلها عامل ازاي. تاني، اي موديل اللي احنا هنشتغل بيه، اي موديلز في ال امز او في الترانسفورمرز بالنسبه لنا هي عباره عن مجموعه من اللايرز. طيب ايه عددهم وليه في مجموعه من اللايرز ده بقى هنبدا نفهمه، بس الاول نفهم هي كل لاير بتعمل ايه ولازمتها ايه. اول حاجه قال لك ان اي لاير فيهم فيها حاجه اسمها اتنشن وفيها حاجه اسمها فيد فورورد، اللي بعدها برضه فيها اتنشن وبرضه فيها فيد فورورد، طب اللي بعدها برضه فيها اتنشن وبرضه فيها فيد فورورد. قال لك ايه الاتنشن وايه الفيد فورورد ده؟ قال لك الاتنشن ده بيعمل ايه؟ الاتنشن بيحاول يشوف اهميه الكلمه لباقي الكلام، اهميه الكلمه لباقي الكلام. فور اكزامبل خلينا نديك مثال، لو انا جيت قلت لك ايه، انا جلال قاعد في اجتماع حواليا ناس كتير صحابي، وانا بحاول اوصف نفسي او اوصف نفسي بالنسبه للناس اللي قاعده، فاجي اقول لك ايه، انا جلال، اللي على يميني ابراهيم، اللي على شمالي خالد، اللي قدامي خالص واحد اسمه حسن وليكن. فيبدا حسن يقول لك لا ده انا حسن، اللي على يميني اللي على يميني مثلا محسن، اللي على شمالي مثلا خالد، اللي قدامي مش عارف عبد الفتاح. فتبدا تفهم ان كل توكن او بيفهم ان كل حاجه علاقتها بالنسبه للي حواليها. فهنا وليكن تعال نديك مثال، مثلا وليكن المثال اللي هيتشرح اللي هو بيقول ذا كات سات، القطه قاعده، وين ذا مات، ماشي، القطه قاعده ايه على السجاده. طيب وانا بقول لك ايه، ما تحسبي الاتنشن لكلمه كات دي، تقول بقى ان الاتنشن ده بيعمل حاجه ما تفهمها لي كده. فيقول لك ان ده الكات دي هتبدا تقول انا الكات، انا القطه، انا المهم مثلا ندي 10% لأون، بس بنسبه 5 او 60% لكلمه سات، و30% مثلا بكلمه مات. فور اكزامبل لو جبت كلمه مات سالتها يقول لك والله ده انا مات اللي قريبه مثلا من كلمه كات بنسبه 40%، وقريبه من كلمه اون
بنسبه مثلا 20% وكلمه ازاي بنسبه كذا. انت عاوز توصل لايه؟ انا عاوز افهمك ان الاتنشنز كل وظيفتها انها بتحاول توصف الكلمه او التوكن اللي واقفه عندها بالنسبه للباقي. فتلاقي نفسك ان كات بتقول انا كات اللي مهمه كلمه اون بنسبه كذا في الميه، واللي مهمه بنسبه سات بنسبه كذا في الميه. ومن هنا نبدا نفهم ان الاتنشنز دي كده كل فائدتها انها تفهم الكونتكست، وتحاول بناء على فهمها للكونتكست تفهم مين الكلام المهم للتوكنز اللي واقفه عندها. فخلاص والله انا كده فهمت الكلمه دي معناها ايه بالنسبه للسياق ده، مش كلمه لوحدها، لا ده الكلمه دي مهمه بنسبه قد ايه للسياق ده. يبدا على كده نخش على حاجه اسمها الفيد فورورد. طب الفيد فورورد يقول لك ايه؟ يقول لك خلاص مش انت دلوقتي فهمت كلمه كات هي عامله ازاي؟ خلاص هات لي بقى كات دي بعد انت فهمتها كده، اقرب عليها شويه الميكروسكوب بتاعي وافهمها اكتر، وبناء على فهمي ليها اكتر اكون عارف كانت مهمه بنسبه قد ايه، وانقل النولج والمعرفه دي اللير اللي بعدي. فاقول الله على فكره خلي بالكم ده كانت دي مهمه بنسبه كذا في الميه، دي كانت دي مهمه اهم كلمه ولا بس مثلا في السنتنس بتاعتك او في الجمله بتاعتك. فتبدا تفهم دلوقتي ان الاتنشن بيعمل ايه؟ الاتنشن بيحاول يفهم فائده الكلمه لكل الكلام اللي حواليها، انما الفيد فورورد بيقرب بقى على الكلمه نفسها يقول لها بس خلاص تعالي انا كده فهمتك، خلاص ابدا بقى اعمل لها بروسيسنج ويفهمها اكتر وتبدا عمليه الليرنينج في الحته دي. طيب انت كده قاعد بتقول كل الكلام الجميل ده، هو ايه اصلا اللي جوه الاتنشن ده اصلا؟ قال لك والله بص الاتنشن دي اصلا جواها مجموعه من الهيدز، هيد 1 هيد 2 هيد 3 هيد 4. طيب انت عاوز توصل لايه هنا؟ قال لك والله ان الاتنشن دي جواها مجموعه من الهيدز. طب ايه الهيد دي؟ قال لك الهيد دي تخيل ان الكلمه اللي اسمها كات اللي احنا بنتكلم عليها هي راجل مثلا اللي هو اسمه جلال مثلا. فجلال ده في كاميرا بتصوره من هنا، في كاميرا ثانيه بتصوره من هنا، في بقى كاميرا ثالثه بتصوره من هنا، في كاميرا رابعه بتصوره من هنا، في درون من فوق بيصوره من هنا، في درون ثاني بيصوره من الناحيه الثانيه. ده معناه ايه؟ دي الهيد. الهيد بتديك سماحيه انك تبص للتوكن اللي هي مثلا وليكن كلمه كات بس على اكتر من طريقه. فهنا يبدا عمليه الليرنينج، وهنا تبدا عمليه ان هو بدا يفهم الكونتكست هي مهمه بنسبه قد ايه. يبقى الهيد دي او عدد الهيدز دي هو اللي بيخليك تشوف الكلمه في اكتر من شكل في اكتر من سياق، فتقدر تفهم معناها اكتر. يفهمها بمفهوم الكاميرا ان لو الكلمه كات دي هو راجل فالهيدز هي مجموعه من الكاميرات من زاويه مختلفه عشان تفهم كلمه كات اكتر. ده اللي موجود جوه ايه؟ جوه الاتنشن. طب هي كل هيد فيها؟ قال لك كل هيد بيحصل جواها عمليه حسابيه ما بين ماتريكس اسمها الكي والفي والكيو. طب ودي برضو الكي والفي والكيو. طب ودي برضو الكي والفي والكيو. ده كده كل هيد من دي بيحصل فيها عمليات حسابيه بين الكي والفي والكيو. تمام حلو قوي. طب وانا ممكن يوصل عندي عدد الهيدز قد ايه؟ فور اكزامبل في نفس الموديل اللي احنا بنتكلم فيه ده انت عندك 128 هيد في كل لاير. ركز معايا. طب انت عندك مثلا كام لاير؟ وليكن مثلا 10 لاير مثلا، يبقى 10 في 128 وليكن ب 1280. طب حلو قوي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان عشان كلمه كات دي تتفهم هتعدي على 10 لاير، وشوف كل لاير شكلها عامل ازاي وفيها ايه، كل لاير جواها هيدز، وكل هيدز بيحصل فيها عمليات حسابيه كتير. فالعمليات الحسابيه الكتير اللي بتحصل دي هي اللي شاطره فيها الجي بي يوز. فتبدا تفهم ان الجي بي يو شاطره او معموله ليه اصلا. الجي بي يو معموله عشان تبقى تعرف تعمل عمليات متكرره كتير مفيش فيها اي انتليجنس او اي سمارت. فور اكزامبل السي بي يو اصلا معموله ليه؟ السي بي يو معموله عشان شاطره في البرانشنج والثريدز، تقدر تقول لها اف كونديشن لو كذا حصل كذا، هي بتقدر تهندل الحاجات دي. طب الجي بي يوز عمليات الضرب المالتيبليكيشن اللي انت شايفها قدامك دي اصلا اللي بيحصل بين الكيو والكيو والفي ما هي الا عمليات ضرب وجمع. هتلاقي مثلا بيقول لك ان الكيو هضربها في الكي ترانسبوز، كل ده مثلا اجمعه على في اي مثلا. فور اكزامبل عمليه حسابيه بتحصل. العمليه الحسابيه اللي بتحصل دي بتحصل ل 128 هيد معاك في اللحظه. تمام. طيب مين بقى الكورز او مين اللي يقدر يعمل الحاجات دي كلها؟ الجي بي يو. الجي بي يو يقدر ياخد لك ال 128 دول في اقل من مايكرو ثانيه، يعملهم لك كلهم بارلل مع بعض، يضرب لك الدنيا دي كلها، ينقلك من اللير للير اللي بعدها. هتلاقي ده كل ده في كلمه كات. طب انا لو عندي اكتر من كلمه العمليات دي بتتكرر كتير جدا. هنا بقى الجي بي يو شاطره. الجي بي يو هنا شاطره معموله عشان تقدر ايه؟ العمليات الاتريتيف او العمليات اللي بتتكرر حوالين بعضها من ضرب ومن جمع مفيش فيها انتليجنس، عمليات ضرب وجمع هي شاطره عشان الحته دي. وهنبدا برضه ناخدها انتلز ايه اكتر. طيب كده الاتنشن فهمتها. امال بقى الفيد فورورد هيعمل ايه؟ قلت لك الفيد فورورد بيعمل ايه؟ بياخد الاوتبوت اللي طالع من الهيدز دي. لا تعالي انت خلاص كده الاتنشن خلص، تعالي بقى انت حجمك قد ايه؟ تقول له والله مثلا ده انا حجم 4 في 4. يقول لا انا كده فهمتك بالنسبه للباقي، وده كده 4 في 4 ده مفهومك بالنسبه للباقي. طيب انا بقى عايز اسكوب عليك اكتر، ياخد ال 4 في 4 دي مثلا فور اكزامبل يعني يخليها 16 في 16 يكبرها، فيبدا يفهمها اكتر.
انا كده خلاص فهمتك انت كنت مهم يا كات، انت كنت مهم قد ايه بالنسبه للكلام اللي حواليكي. بيزد اون الكلام، بيزد اون اهميتك دي هعمل لك بروسيسنج وافهمك واتعلمك اكتر، وبعد ما افهمك واعلمك ارجعك تاني 4 في 4، ارجعك تاني 4 في 4 عشان تكملي تتنقلي على اللاير اللي بعدها اللي تاخدك منها الاتنشن تاني، والاتنشن تنقلك على هيد ويقابلك فيها فيد فورورد يبقى جاي مكبر تاني، وبعد كل ده يصغر وهكذا. فتبدا تفهم عشان تبدا تماب الكلام ده كله حوالينك ان انت عندك مجموعه من اللاير، كل لاير هتتعلم هتنقل الكلام اللي بعدها، واللاير اللي بعدها هتنقل الكلام اللي بعدها، وكل لاير جواها اتنشن وجواها فيد فورورد. ده كل اتنشن جواه مجموعه من الهيدز، والمجموعه من الهيدز بيحصل فيها عمليات حسابيه، والفيد فورورد بيحصل فيها عمليات حسابيه اكتر. في الحاله دي كل الكمبيوتيشن باور او كل عمليات الضرب والحساب وكل ده اللي شاطر فيه مين؟ الجي بي يو. في الحلقه ان شاء الله المره دي هنبدا نفهم اكتر طبيعه الارقام دي بتتغير ازاي، اهميتها شكلها عامل ازاي بامثله حقيقيه. خلينا بس نبدا الحلقه بتاعتنا ويلا بينا. طيب زي ما اتكلمنا دلوقتي احنا ده الاركتكتشر بتاع الترانسفورمرز بالنسبه لنا. قلنا ان احنا عندنا وات ايفر اللي داخل لنا من الانبوت. الترانسفورمرز ما هي الا مجموعه من اللايرز، وكل لاير عباره عن اتنشن وعن فيد فورورد. فهمناهم دلوقتي، فهمنا كل واحده منهم بتعمل ايه بالظبط. وفي النهايه بعد اللايرز وبعد كل الكالكوليشنز اللي بتنحسب والماتريك مالتيبليكيشنز وكل الكلام ده، في الاخر بيبدا عندنا اللي هو الايه؟ الاوتبوت بتاعنا بعد الاندرستاندنج وان احنا فهمنا الدنيا عامله ازاي. بيديك هنا بس فور اكزامبل بيقول لك ان انت عندك لاما 3.18 بليون في 32 لاير، انما لاما اللي هو 3.73 بليون في 80 لاير. وطبعا كل لاير زي ما قلنا فيها الايه؟ الاتنشن والفيد فورورد. طيب فكره ان الموديل يبدا يجنريت لي توكن باي توكن زي تشات جي بي تي اللي هو الستريمنج دي بنسميه موديل زي حاجه اسمها اوتو ريجريسيف. اوتو ريجريسيف ده اللي هو بيقول لك 1 ات تايم، يعني هو بيديك واحد ايه؟ توكن باي توكن وكل الكلام ده. عايزين نفهم هنا ايه هي اللايرز اللي احنا قلنا عليها. قلت لك بما ان احنا عندنا لايرز وكل لاير بتفهم اكتر بما انها عندها هيدز وكل هيدز لها وجهه نظر وهكذا، فنبدا نفهم ان احنا لو عندنا مثلا تو لايرز هتلاقي ان اول لايرز او اللي احنا ممكن نسميهم الايرلي لايرز يبدا هنا يفهم الكاركترز دي عامله ازاي، هل في مشاكل في الجرامر ولا لا، يفهم الجرامر. طب لو في لايرز اكتر، طب لو في لايرز اكتر، طب لو اكتر يبدا يفهم الريزننج، يبدا يفهم الكونتكست، يبدا يفهم المينينج، يبدا يفهم الكلام باكتر من زاويه اكتر من شكل. نبدا نفهم ان مع الكتر او مع كل ما تكتر اللايرز دي بالنسبه لنا عندنا اي نعم حجم الموديل بيكبر معانا بس التكست بيبقى احسن ويبدا يجنريت لنا ريسبونسز اقوى من كده. طيب ما المفروض كل ريزلت من دول بتفهم حاجه وتسلم اللي بعدها وتسلم اللي بعدها. ده اللي هو بيسموه لك هنا اللي هو ايه؟ ريزيدوال كونكشنز. بيقول لك ايه؟ each layer adds its update to into the input instead of replacing. يعني بدل ما هو بيشيل بينقل الابديت اللي حصلت له من اللاير لللاير، فعشان كده عدد اللايرز لما بيزيد عندك بتنيه فاهم الكلام عامل ازاي. بيديك هنا كذا اكزامبل، بيقول لك مثلا شات جي بي تي 2 او جي بي تي 2 بيقول لك والله في كام لاير وكل لاير حجمها عامل ازاي، وبيديك اكتر من اكزامبل عشان بس تفهم الدنيا دي عامله ازاي. نفس الكلام اللي احنا قلناه حاليا اهوت. بيقول لك زوم انتو سنجل لاير، خلينا نشوف كل اللاير من جوه عامله ازاي. ده اللي احنا قلناه بالظبط، كل اتنشن لاير فيها مالتي هيد وده اللي بنسميه مالتي هيد اتنشن، وكل هيد باصه للحاجه بشكل مختلف زي ما قلت لكم. باي ذا واي لو انت دخلت توكن مثلا معين والتوكن ده حصل له اوبننج مثلا في 5000 دايمنشن ستارت 5000 دي بتتقسم، يعني انت دخلت كلمه بيحصل لها امبيدنج عشان يفهمها، الامبيدنج دي بتتحول للشكل الرقمي بتاعها او الفيكتور، بعد كده تتحول تتقسم على الهيدز دي، كل هيد تقدر تفهمها زي ما احنا قلنا، وبيحصل كل ده ريزيدوال والناتج بيطلع للي بعدها والناتج بيطلع للي بعدها، كل اللي هي بتسلم اللي بعدها، فالموديل يبدا يفهم الكلام اكتر واكتر. نفس الكلام اللي احنا قلناه اهو، ما هي الاتنشن اللي بيفهم الكلام حوالين بعضه، وده انما هنا ده بيفهم الكلمه لوحدها او بيركز على الكلمه لوحدها. فور اكزامبل كده ناخد اكزامبل نبدا نفهم منه ازاي ده بيحصل. بيقول لك مثلا عندك كلمه زكات سات كونزمات، الكلام ده بيحصل ازاي؟ انا عايز افهم مثلا الاتنشن بتاع كلمه كات، يبدا نفهم هنا. بيقول لك خلاص هات كات دي بعد ما يعمل لها امبيدنج يحاول يضرب الكيو في الكي، يبدا يظهر لنا السيميلاريتي، بعد كده يحاول يعمل لها سوفت ماكس، كده يحاول يضربها ويجمعها على الويتد، في الاخر يبدا يكتشف ان اكتر حاجه بالنسبه لنا كانت السات 48% والمات 24%، وهو ده يبقى ده الفيكتورز ايه؟ الويتد فيكتورز بتاع كلمه كات يعني، هم دول اهم كلمتين بالنسبه لنا ممكن ناخدهم. بيقول لك والله انا ملاحظ ان كلمه سات 48% ومات هي 24%. كل لاير من دول زي ما احنا قلنا ما هي الا ماتريكس مالتيبليكيشنز وشات سوفت ماكس بس عشان يحاول يظبط البروبابيلتي، بس هي كلها قاعده ايه؟ حاجات بتتدرب في بعضها مش اكتر يعني. طيب بيقول لك هنا هو فور كات هو ماترز، هو بيحاول هنا يسكور لنفسه مين الارقام المهمه بالنسبه له. بيحصل ازاي؟ عن طريق اللي هو الدوت، بيحاول يضرب الكيو في الاكزامبل ده في الكي، وفي الاخر يعمل لها سوفت ماكس ويجمعها مع الفي او يضربها مع الفي. في الاخر هنا بيبدا يفهم الكونتكست بتاع الويت بالنسبه لباقي الكلام ده اللي احنا قلنا ما فيش اي اختلاف لحد دلوقتي.
بدا هنا يقول لك مثال بسيط كده تبقى عشان تبدا تفهم الكي والكيو والفي. الكي والكيو والفي المفروض ان هم دول اصلا الفيكتورز اللي بتمثل كلمه كات، بس مره عن طريق حاجه اسمها كي، مره عن طريق حاجه اسمها كيو، مره عن طريق حاجه اسمها في. فور اكزامبل عشان تفهم الكيو والكيو والفي بشكل ادق، فالكيو هي الحاجه تسال عليها، وليكن انت بتسيرش على جوجل اللي هو قايل لك لينك سيرش، انت بتسيرش على حاجه في جوجل، دي الكيو بتاعتك. وانس انت بتسيرش الكيو بتلاقي عندك ايه؟ بتلاقي عندك كذا لينك عشان انت تفتحه، ده مين؟ دي الكي، دي الكي. طيب خلاص، لو دخلت جوه اللينك اللي معايا هيطلع لك الفاليو اللي هي الفي، فانا قسمتها كده احسن، قسمتها ان يبقى فور اكزامبل لو انت عندك بتسيرش حاجه على جوجل، اللي انت بتسيرش ده الكويري، اللينكس اللي بتظهر لك دي الكي، وانا تخش جوه تلاقي الفي. تمام. ولكن اهم حاجه تبقى تفهمها ان احنا عندنا الثلاث دول مع بعض نفس الايه؟ نفس الحجم، هو اللي بيحصل فيهم الايكويشن بتاعت الاتنشن اللي انت عارفها. طيب بيحاول يديك بس فور اكزامبل، بيقول لك لما 3.8 بليون في هيدن سايز. هيدن سايز ده اللي هو التوكن ريبريزنتيشن، يعني بتمثل في 4096 وانا عندي 32 هيد. بالطريقه دي عشان اقسم دول عدد الهيدز اللي عندي، يبقى انا عندي 128 هيد. تبدا تشوف الكلمه قال يعني 128 كاميرا، تقدر تبص على الكلمه اللي عندك وتقدر تفهمها اكتر وهكذا. بيقول لك انا مثال حلو قوي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك المفروض ان انت كنت فاهم، وخلينا نبدا هنا نجيب المثال ده، ان انت عارف ان كل هيد عندك المفروض هيد 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 هيد. تفهم كل هيد من دول ليها الكي وليها الكيو وليها الفي، ونفس الكلام ليها الكي وليها الكيو وليها الفي، وهكذا. فنكتشف مثلا فور اكزامبل لو انت عندك مثلا 32، يبقى انت هنا عندك الحاجه الواحده 32 كي و32 في و32 كيو. بيقول لك هنا ايه بقى؟ بيقول لك ده كله بيتخزن عندك لما بتيجي تعمل مثلا، وليكن لما بتيجي تكتب اي حاجه عندك وتتسيف في الكاشنج. احنا قلنا ان احنا عندنا في الحلقه اللي فاتت حاجه اسمها الكي في كاشنج، لما احنا قلنا ان احنا عندنا ميموري بالشكل ده، وهنا عندك حاجه اسمها الكي في كاش اللي هي الكونتكست، يعني هو المفروض ان هو بيفهم الكلمه اللي عندك، والكلمه دي بيخزن لها 32 كي و32 في و32 كيو. طب هنا ايه الحل؟ ايه؟ قال لك دي كبيره جدا. قال لك خلاص بدل ما احنا شغالين حاجه اسمها مالتي هيد اتنشن، بنشتغل حاجه اسمها جروب كويري اتنشن، وهي ان كل كيو من دي بدل ما كانت بتروح تضرب في ده كله، لا انا هقسم دول على 4، فيبقى دول 8 ودول 8 وده زي ما هو كيو. حاجه اسمها جروب كويري اتنشن، وهي بتحاول تقلل الكي في كاشنج. هنا بقول لك اهو تاني، الكي والفي دي الداتا اللي بتتخزن، الكي والفي دي الداتا اللي بتتخزن عندك، وعاوز اقلل الداتا اللي بتتخزن دي، عاوز اقلل حجم الكونتكست ده عشان ما يضربش كل الدنيا في بعضه. قال لك خلاص انا هخلي كل كيو يعني هم زي ما هم عادي 32 زي ما هم، ولكن الكي والفي اقسمها على 4 يبقى 8 و8. وقال يعني كل كيو قدامه 4 مشتركين مع بعض، كل كيو قدام 4 مشتركين مع بعض، كل كيو قدام 4 مشتركين مع بعض، بدل ما كل كيو كان بيضرب في واحده لوحده. ده بيسهل الايه؟ الستورنج يعني، او الستورج بالنسبه لنا. طيب احنا قلنا كل ما الهيدز ما هتكتر الموضوع هيبقى احسن. تعالى كده نبص، لو انت مثلا عندك 1 هيد بص على الفيرب، يعني بص على البروناون، شويه بتبص على ناون، شويه لا بتادجست، شويه بتشوف على لونج رينج، شويه تشوف تبدا تبص على الحاجه بشكل مختلف. ومن هنا نبدا نفهم ان الليله لما تكتر عندنا هيبدا كده يشتغل امبارل مع بعضه، زي ما قلنا في الحسابات بتاعتنا او المالتيبليكيشن اللي بتحسب بتشتغل بارل، ولكن هنا بيبدا يفهم الكلمه باكتر من شكل، وده اللي احنا كنا عاوزين نوصل له. طيب كما كله طبعا بيحصل ايه؟ بيحصل بارل زي ما احنا قلنا. وهنا نيجي عند الحته الاهم في الحلقه ونبدا نفهمها قوي قوي قوي، ازاي المودلز والجي بي يوز بيتعاملوا مع بعض ان هم يبداوا يجنريت ليك اصلا التوكنز اللي معاك ويبدا يخرج لك اوت. بص بقى معايا، هنفترض ان احنا معانا مودلز اللي اسمه لاما، يعني لاما 3.1 اللي هو 8 بليون. وركزوا معايا، الحلقه اللي فاتت قلنا ايه؟ الحلقه اللي فاتت قلنا ان احنا ممكن نمسك ال 8 بليون ده نعمل له كوانتايزيشن، وقلنا عندنا انواع من الكوانتايزيشن ان هو اللي يبقى 8 انتجر او 8 انت او ال 4 من 10 او كل الكلام ده، بس انا مش هعمل هنا كوانتايزيشن زي المثال اللي موجود. انا هاخده زي ما هو وهمثله في 2 بايت. يبقى والله ده انا كل رقم من دول كان ده شرحنا الحلقه اللي فاتت، يبقى ده انا عندي 8 دول في 2 بايت، يبقى احنا كده محتاجين 16 جيجا فقط عشان نبدا نخزن الموديل ده بتاعنا. لو احنا محتاجين نجيب جي بي يو، فالجي بي يو اللي عندنا محتاجين الرامات اللي فيها، محتاجين الفي رام اللي فيها تبقى كبيره عشان اقدر احط فيها 16 جيجا بتوعنا. طيب حلو قوي، اشرح لي الجي بي دي شكلها عامل ازاي. هقول لك والله بص، هنيجي هنا كده نقول ان دي حجم الفي رام اللي عندنا.
ده حجم الفيرام اللي عندنا، ولكن حجم الفيرام دي 24 جيجا. دي الفيرام اللي بنخزن فيها الحاجات. طيب وده البروسيسور بتاع الجي بي يو، هنسميه بروسيسور، ماشي. وهنا دي حاجه اسمها الباندويتس، الباند اللي بتنقل الداتا من الفيرام، دي الفيرام، ودي الحته اللي بيتنقل فيها الداتا او البيانات اللي اسمها الباندويتس دي، ودي كمان اللي هي البروسيسور. طيب بص بقى معايا، ال 24 جيجا اللي معايا دول كل ده دي الجي بي يو، عشان بس انت ايه فاهم. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي. انت بتقول ان الموديل ال 8 بليون ده هيتخزن في 16 جيجا، احنا كده عاوزين حته قد كده مثلا، وليكن هنا حته قد كده 16 جيجا دي، هم دول ال 16 جيجا بتوع الموديل. كده الموديل اتسيب. مين الموديل؟ اللي هم الويتس، اللي هم اللايرز اللي كنا بنتكلم فيها، صح. فتعال نمسك كده ان الموديل ده هو ده الموديل اللي فيه الويت، اللي دي مثلا لاير 1، ودي مثلا لاير 2، ودي مثلا لاير 3، ودي مثلا لاير 4، واللي هم الايه؟ ولاير 5 مثلا. هو كان بيقول هنا ان هو في اصلا 32 لاير، فده هنقول مثلا هم دول ال 32. اديك مثال، ال 32 لاير اللي بنتكلم عليهم متخزنين هنا، اللي كل لاير فيهم جواها داتا وجواها كل حاجه. طب حلو قوي، ركز بقى معايا. انت جاي تقول ايه؟ ان 16 جيجا دول اتخزنوا هنا. طيب مش انا كنت قلت لك المره اللي فاتت ان انت عندك حته ثانيه المفروض للكي في كاشنج. الكي في كاشنج ده قلت لك المره اللي فاتت، اما انت هتيجي تسال اي سؤال، او اما تيجي تحط اي كونتكست، او اما تيجي تحط اي برومبت عندك، البرومبت دي خلاص الموديل متسيف، بس المفروض بقى البرومبت اللي انت حطيتها دي، او الكي في كاشنج اللي انت حطيتها دي اللي هتتكيش، يبدا كمان يسيب لها حجم هنا. ده حجم الكي في كاش. المفروض ان انتوا ايه سمعتوا الحلقه اللي فاتت. الكي في كاش ده بيعمل ايه؟ قال لك والله كل ما الكونتكست هيكبر، ركز بقى معايا، كل ما الكونتكست هيكبر، وليكن مثلا الموديل هيجنريت ليك مثلا 10 كلمات او 10 توكنز، مش زي ما هيجنريت ليك 100,000 توكن. اما تدي له سؤال صغير تقول له سي هاي مثلا 3 مرات، فيقول لك هاي، او شبه ما انت تقول له سي هاي مليون مره، او قول لي هاي دي كلمه مليون مره، او احكي لي ستوري عن مصر، او احكي لي ستوري عن نفسك. كل ما الكونتكست هيبقى كبير الكي في كاشنج ده بيكبر. فبناء عليه نكتشف، قلنا المره اللي فاتت، ان ممكن يبقى حجم الموديل ثابت، ولكن عشان اسئلتك كتيره او اسئلتك الكونتكست بتاعها كبير، الكي في كاش كله ده بيتملى. اكتشف مثلا كده الكي في كاش ده كله كده اتملى خالص. دي مثلا 1 جيجا مثلا اوفر هيد، انما دي الكي في كاتش دي قاعده تكبر. طب حلو قوي. فهنقول هنا ان احنا هنلتزم بالمحدود، وهنقول والله ان الكونتكست بتاعنا كمان الكونتكست سايز مثلا يبقى 8 كي. بقى نفترض افتراض كده صغير. طيب ايه اللي بيحصل لما انا بديله سؤال؟ ركز بقى معايا كده وافهم الحته دي. انت اول ما هتديله سؤال عشان تساله، تقول له مثلا قول لي ستوري مثلا عن مصر، سي هاي 3 مرات، اي حاجه من الحاجات دي، بيحصل حاجه اسمها بري فيل. ايه البري فيل ده؟ بيقول لك والله عشان يحصل عمليه انفيرنس، يبقى هنا وانا بقول مثلا tell me story about Egypt. طيب هو المفروض هنا هيبدا يفهم الكلام ده، وبناء على فهمه للكلام ده هتروح جاي مجنريت ليك الستوري. صح. نرجع بقى ستيب ورا كمان شويه. في اي انترفيو تلاقي بيقول لك ايه؟ هو انت تعرف الانكودر موديل او الديكودر موديل؟ فتقول له الانكودر موديل هو بيرت، باي دايركشن انكودر ريبريزنتيف تكست. انا عارف بيرت تمام. فيقول لك بيرت ده انكودر ولا ديكودر؟ تقول له انكودر. انكودر ليه؟ تقول له عشان بيفهم الكلام. فهمنا ان الناس اللي مذاكره ترانسفورمرز باشكال مختلفه، بيرت هو انكودر موديل. طيب يقول لك والله طب هو شات جي بي تي ديكودر ولا انكودر ولا ديكودر اونلي؟ تقول لي لا والله شات جي بي تي ده ديكودر اونلي. فهو جاي موقعك يقول لك طب بص، هو مش الديكودر، مش احنا كنا بنقول ان الانكودر ده هو اللي بيفهم الكلام، اللي هو مثلا ممكن نسميه تكست اندرستاندنج؟ وانت بتقول ان الديكودر ده هو اللي بيجنريت كلام. تقول له صح. اقول لك خلاص، ده معنى كلامك ان شات جي بي تي، عشان انت بتقول ان هو ديكودر اونلي، يبقى شات جي بي تي ما بيقدرش يفهم الكلام، لكن بيقدر يتكلم، بس بيتكلم على الفاضي، فيسكتك في الانترفيو فتسكت. تقول له لا، اتقل بقى، افهم الديكودر اصلا شغال ازاي. عشان نعمل عمليه ديكود، او عشان نبدا نفهم
هي ليه اصلا شات جي بي تي فعلا عمليه ديكودر بس؟ تبدا تفهم ان التاسكايه اصلا مختلفه. التاسكايه اللي كانت بتحصل في بيرت والعمليات اللي شبه الانكودرز، هو ايه اللي بيحصل؟ انك بتقول له مثلا هديك تكست اعمل له كلاسيفيكيشن، فهم التكست واداك توكن جديد اللي هي مثلا ترو فولس، مش عارف مثلا دينجرس ولا لا، اي حاجه من الحاجات دي. انما عمليه الديكود اللي بيحصل فكرتها ايه؟ فكرتها اصلا ان الموديل متدرب على التكست كومبليت، ان هو يقدر يكمبليت التكست، يقدر يجنريت كلام، او يقدر ان هو يعمل كده. ليه؟ لان عمليه التريننج بتاعته بتحصل ازاي؟ بيحصل ان بيمسك كلمه تيل مثلا اللي تقول عليها دي، يفهمها الاول كده، يفهم كلمه تيل مي لوحدها كده، بقى يفهم كلمه تيل مي ستوري ويسيب الباقي فاضي لحد ما يفهم ايه؟ تيل مي ستوري اباوت ايجيبت. يبقى هو بيتعلم على ايه؟ بيتعلم افهم دي فهمتها، اللي بعدها بقى كانت كلمه مي، تمام كده بقى افهم تيل مي فهمتها، اللي بعدها بقى كانت كلمه تيل مي ستوري. بعد كده بقى افهم كلمه تيل مي ستوري، ماشي، اللي بعدها ايجيبت، ودي كان حاجه اسمها الكاجوال ماسكينج. دي الطريقه اللي بيتدرب بيها الديكودنج موديل. نهايته ان الموديل ده شاطره ان هي تكمبليت التكست، وشاطره ان هي تجيب التكست اللي عليه الدور. بس هنا في حاجه مهمه عايز اقول لك عليه، الا وهي مش هو المفروض هنا انه يفهم او يخزن المعلومات بتاع كلمه تيل مي ستوري اباوت ايجيبت عشان يجنريت اللي بعدها؟ قال لك هو ده اللي بيحصل في الكيفي كاشنج بالملي. كيفي كاشنج بتفهم الكلام، وبدال وبتعمل كل كلمه بتتحسب، قلت لك بتعمل ايه؟ بتعدي على لاير ويحصل لها اتنشن ويحصل لها فيد فورورد وحاجات كتير. يقول لك لا انا كل شويه هتديني كلمه واحده من الكلام ده، هفهم تل واحطها في الكيفي كاشنج يلا هفهم مين عينها جنبها، هفهم ستوري عينها جنبها، هفهم اباوت بقى عينها جنبها، هفهم ايجيبت عينها جنبها، عشان نبدا الكلمه عليها الدور. اول ما جريت مثلا يقول لك ايجيبت مثلا ذا بيراميدز مش عارف ايه، هياخد الكلمه اللي عليها الدور الجديده اللي احنا لسه قلنا لك عليها دي، يحطها جنب اخواتها في الكيفي كاشنج، ويبدا يشوف الكلمه اللي بعدها والكلمه اللي بعدها والكلمه اللي بعدها والكلمه اللي بعدها. يبقى عمليه الديكودنج فكرتها ايه؟ فكرتها ان هو بيحاول يفهم كلمه كلمه او يجنريت كلمه كلمه، بس الاندرستاندنج واللي هو فاهمه قبل كده مش بيلقحه، بيعملها في حته اسمها الكيفي كاشنج او الكي فاليو الكي فاليو كاشنج. طب حلو قوي، انت عاوز توصل لي هنا معلومه بقى ايه؟ يعني انت ليه بتحكي كل ده؟ اولا فهمنا ان عشان اجنريت كلمه واحده، عشان اجنريت كلمه مثلا زي كلمه كات اللي احنا كنا قلنا عليها، بيعدي على كل اللايرز اللي موجوده، صح. يبقى هنا عشان اقول له مثلا سي هاي وان تايم، مره قول لي كلمه هاي مره واحده، هو ده بقى بيتفهم ازاي اصلا؟ قال لك بقى بيتقسم لحتتين، مش الديكود دي بتتقسم لحتتين، حته اسمها البريفيل وحته اسمها الديكود. قال لك فهمني اكتر. قال لك وانت بتساله السؤال بتاعك، ركز معايا، وانت بتساله السؤال بتاعك هل هنا هو هيجيب الكلام ولا هيفهم؟ لا ده هو يا جدع هيحاول يفهم الكلام، يروح جاي على طول امبارل واخد كلمه سي. ركز معايا الحته دي مهمه قوي، كلمه سي ده في مرحله البري فيل بري فيل في اول حاجه، وانت بتبعت له سؤالك لسه ما جنريتش حاجه، ياخد كلمه سي يسيب جنبها فاضي، وياخد كلمه وياخد بعدها بارل امبارل، وياخد كلمه سي هاي، وياخد كلمه سي هاي 1، وفي الاخر ياخد كلمه سي هاي وان تايم دي اللي اخر كلمه يعني امبارل، يفهمهم كلهم مع بعض. يبقى انا اول ما بعت اول سؤال دي مرحله اسمها مرحله البريفيل، اول ما بعمله الجي بي يو تشتغل باكبر قوه ليها، تعمل كل الكومبيتيشنز، تعمل كل الحساب بتاعتها، تفهم السؤال على طول، فهمته تروح جاي ماسكه اللي انت قلت عليه ده كله، اللي هي كلمه سي هاي وان تايم دي، خدها كده زي القمر، تروح حطها في مين؟ في الكي في كاش. حلو. فهو فضل هيطلع لك كلمه ايه؟ هيطلع لك كلمه هاي. ايه اللي يحصل؟ ده بقى عمليه، دي العمليه الثانيه اللي هي عمليه الديكود. هو كده بريفيل فهم وفهمه امبارل، وخزن اللي فهمه ده فين؟ في الكيفي كاشنج. هيقول بقى كلمه هاي مثلا، هيروح جاي عامل ايه؟ هيروح جاي الموديل باعت كل الكلام ده على الباند ويتس دي. ركز معايا الكلام ده مهم قوي. هينقل ايه؟ هينقل كل الموديلز دي او ينقل كل حجم الموديل ده عنده على الباند ويتس، ويروح جاي رايح يقول له هنا يلا يا باشا اعمل لي، يلا عملت الحسابات بتاعتك تمام، طلعت كلمه هاي عينها تاني في الكيفي كاشنج. بقى دلوقتي عندك كلمه سي هاي وان تايم، والرد بتاعك اللي هي كلمه هاي. يبقى كده الانبوت اللي انت عملته بالاوتبوت كله متخزن في الكيفي كاشنج. هل في كلمه ثانيه بعد كلمه هاي؟ يقول لك لا والله لا مفيش كلمه ثانيه. كده خلاص انت خلصت. حلو قوي، ده كده عمليه البريفيل. والكلمه الثانيه اللي هي الديكود. ايه بقى اللي انا عاوزين نلاحظه ونركز عليه قوي
قوي قوي في المثال ده. بص بقى، احنا قلنا دلوقتي ان حجم الفيرام كام؟ قلنا والله ان حجم الفيرام اللي عندنا 24 جيجا، صح كده؟ صح كده. وهنقول مثلا ان الباندويث لاين ده او الباس ده بيقدر ينقل 700 جيجا في الثانيه. ماشي؟ حلو. ركز معايا بقى قوي. هو عشان يبدا يفهم كلمه او يجنريت كلمه بيعمل ايه؟ بيفهم في البريفيل ويعين ويبدا يشتغل ديكود وكل الكلام اللي احنا قلنا عليه. حلو. هو الجي بي يو بتاعك ده قوي ولا ضعيف؟ سؤال مهم. الجي بي يو ده قوي ولا ضعيف؟ مش عارف ينفعني ولا ما ينفعنيش. وايه 700 دي مش 500 ليه مثلا؟ قال لك بص بقى يا غالي، معنى ان دي كلها حجمها 24 جيجا والباند او الباث بتاعك الباند بتاع 700 جيجا، هنيجي نجيب آلة حاسبة نقول له ايه؟ بقول لك ايه؟ هم ال 700 على 24 29. صباح الفل. ايه ده انت قصدك ايه؟ بص بقى، اللي بيحصل اصلا ان عشان يجينيك كلمه واحده، كلمه مثلا هاي، كلمه جلال، اي كلمه، يروح جاي بص بقى قاري كل ال 24 جيجا اللي هو كل حاجه، الكونتكست القديم، الكي في كاش، الموديل، يقرا كل حاجه ال 24، وبعد ما يقراهم يطلع لك مين؟ يطلع لك الكلمه اللي اسمها هاي. صح؟ صح. طب هو انت تقدر تقرا كام كلمه في الثانيه؟ ده المهم بالنسبه لي. انت تقدر تجنريت لي كام كلمه في الثانيه؟ قال لك والله اصل انا دلوقتي لما قسمت على آلة حاسبه طلع ان 700 على 24 يطلع 29 توكن. صباح الفل. 29 توكن فين؟ في المره ولا في الثانيه؟ في الثانيه. تعالى اقول لك ان كل توكن واحد، كل توكن عشان اطلعه محتاج اقرا ال 24 جيجا كلهم، اقرا كل القديم بالجديد عشان افهم الكونتكست واطلعه. فانت بالطريقه دي يا كبير تقدر تطلع 29 توكن بير سكند. طيب حلو قوي. انا بقى هقول لك هنا مثال تاني، وهو ان البروسيسور ده بيقدر يعمل فلوت بوينت اوبريشن اللي هي الضرب والجمع والطرح والقسم والكلام ده كله، يقدر يعمل 100,000 مثلا. طبعا ده مثال ضعيف جدا، بيقدر يعمل تريليونات، بس كان يقول لك 100,000 في الثانيه برضه، 100,000 في الثانيه. فيجي يقول لك ايه؟ هو انت انا هتجيب لي قد ايه يا حبيبي؟ ده انا هجيب لك 29 توكن في الثانيه، وانا اقدر اعمل 100,000 عمليه حسابيه في الثانيه، انت هتجيب لي 29؟ تقول له اه، يقول لك لا كده شغاله ده 30%، انا اقدر اعمل اكتر من كده. خلينا مثلا نقول مثلا مليون مثلا، ماشي؟ انا اقدر اعمل اكتر من كده بكتير. قال لا، طب بص انا هروح اجيب جي بي يو ثانيه، ماشي؟ يكون البروسيسور بتاعها انت بتعمل 1000، لا ده انا هجيب بقى بروسيسور ثاني بيقدر يعمل 100 مليار. ايه رقم؟ ماشي؟ ها يلا جنريت توكنز اكتر. يقول لك لا، مش هجنريت لك توكن اكتر. ليه؟ لان المشكله مش في البروسيسور، المشكله مش في الاف لوبس، المشكله مش انا خالص، المشكله في مين؟ في الباندويث. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان الباندويث دي لو سريعه وتعرف تنقل توكنز من هنا ترميها على الداتا باس على طول بسرعه. يعني لو دي اعتبرناها كده اعزكم الله ماسوره او باث، والماسوره دي كبيره تقدر تروح وتيجي بسرعه 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 داتا بسرعه للبروسيسور، ساعتها البروسيسور بتاعك هيقدر يفهم ويشتغل اقوى. خليني ارجع لك بشكل احسن. الموديل ده يقدر ينقل 700 جيجا، و700 جيجا دول عرفنا ان هو يقدر 29 توكن بير سكند، وده مثلا وليكن يقدر يعمل مئات من التيرا بايتس، او يقدر يضرب ويعمل عمليات حسابيه كتير جدا. يكون مثلا تي اف لوبس 200 مثلا، اي حاجه يقدر يضرب يعني، او يقدر يعمل عمليات حسابيه كتير. ماشي؟ اللي بيروح له اصلا قليل عليه، هو اصلا يقدر يشتغل اكتر من كده. وانا هنا محضر مثال حابين نيجي نشوف بشكل مختلف. خلينا نجيب المثال ده. المثال ده بيحكي ايه؟ بيحكي ان الجي بي يو البروسيسور بتاعك هو طباخ شاطر جدا، بيقدر يعمل 100,000 طبخه في الدقيقه، يقدر يعمل 200 300,000 وجبه في الدقيقه. حلو حلو. الداتا بتاعتك والجي بي يوز بتاعتك والميموري بتاعتك اللي هي الاستورج، الحاجات اللي متخزنه فيها ادوات الطبخ اللي هي الفيران. حلو حلو. المساعد التعبان اللي معاك ده الباندويتس الضعيف، اللي انت تقول له ايه؟ انا طباخ شاطر، انا اقدر اعمل 100,000 وجبه، هات بقى داتا، هات بقى داتا. فيقول لك لا والله بص انا هجيب لك داتا على قدي يا ابني، انا اقدر اشتغل اكتر من كده. طيب لو احنا شلنا الطباخ ده وجبنا طباخ بيقدر يعمل 200,000 وجبه في الدقيقه، هل انحلت؟ لا. المشكله مش في الطباخ ولا مشكله في الفيرام، المشكله في مين؟ في الباندويتس اللي في النص. طب انا لو جبت حد اسرع يقدر يروح ويجي اسرع، ساعتها السي بي يو تشتغل بالكفاءه الحقيقيه بتاعتها، هي بتقدر تعمل عمليات كتيره في الثانيه، هتستغل كل قدرتها دي في انها تعمل عمليات كتيره
واقدر انقل لها الداتا من الفي رام احطها عندها في الباندويتس وتبدا تشتغل عادي. ومن هنا تبدا تفهم ان اختيارنا للجي بي يوز مش هيتوقف هي بتعرف تعمل كام عمليه في الثانيه بس، قد ما هي بتقدر تنقل كام عمليه في الثانيه. هو ده السبيد، هي دي السرعه. العمليات اللي بتحصل بقى عليها دي اللي هي مثلا 500 600 تريليون عمليه في الثانيه بتحصل اشطر 100 مره في الجي بي يو. الجي بي يو ما يقدرش يعمل العمليات دي بالطريقه دي ولا بالسرعه دي اصلا. لان هنا لو انت خدت بالك بقول لك 700 جيجا في الثانيه، ده هتلاقي هناك 32 جيجا و40 جيجا وحاجات كده غريبه. معناه ان هيجنريت ليك توكن كل 3 ايام مره. تمام. انما هنا الجي بي يو فيها باند ويتس كبير يسمح لك انك تروح تقرا الموديل والكونتكست القديم بسرعه وترجع بيه وتبعته على طول على البروسيسور، البروسيسور يفهمه ويضرب ويجمع لك ويعمل لك كل الحاجات الجميله دي، وترجع تاني تجيب توكن تاني وتجنريته لينا، ترجع بقى تجيب توكن تاني وتجنريته لينا. ومن هنا احنا فهمنا ان احنا محتاجين عشان نجنريت توكن واحد بس محتاجين ال 24 جيجا كلهم اللي عندنا اللي هم كلهم موجود فيهم الموديل بتاعنا. وبعد ما نقرا كل ده هيبقى باند ويتس ويقدر يجنريت لنا التوكن على الدور. كل ما الباند ويتس هيكبر كل ما هنقدر ننقل داتا اسرع، انفيرنس اسرع، كل ما البروسيسور بتاعنا هيكبر ونعمل عمليات اكتر ونجنريت اكتر. لكن الرك هنا في الانفيرنس فين؟ في الباندويتس. تمام. الجي بي يو بالنسبه لنا هي الثلاثه كومبوننت دول. اتمنى ان احنا نكون فهمناهم صح. نرجع تاني نكمل بقى بالامثله اللي موجوده في السلايد. خلينا بقى نبدا نبص هنا بصه عن ازاي الفي كاشنج ده بيحصل. يقول لك مثلا والله وين جنريت تكست توكن باي توكن، عشان تجنريت واحد ورا واحد المفروض تبقى انت عارف ان الكي والفي كاش بتاع الحاجات القديمه كلها متسيبه عندك في الكي في كاشنج، فخلي بالك من الكونتكست وخلي بالك من السازنج بتاعه. ولو في طريقه قدام ان احنا نتعامل مع الكي في كاشنج ده بطريقه مور انتليجنس شويه هتلاقوا حاجات قدام ان شاء الله في الكورس في طريقه ان احنا نتعامل مع الكي في كاشنج بشكل احسن من كده. طيب بيقول لك نبدا نبص كده. خلينا مثلا نجنريت كلمه ذا مفيش حاجه قبلها فدي اول حاجه تخزن في الكي في. بعد كده جت كويك فهنلاقي في الاخر ان الكي في مش هنحسبها تاني، لا خلاص هي موجوده قبل كده. نفس الكلام براون، نفس الكلام فوكس، جامبس، اوفر. هو قصده ان كل كلمه بتطلع جديده هي بتستهلك الكي في كاشنج اللي موجوده قبل كده عشان ما ترجعش تحسبها تستعملها تاني من اول وايه؟ اول وجديد. حتى بيقول لك هنا without كي في كاشنج، لو انت ما عندكش كي في كاشنج دي كومبيوت كي وفي فور اول بريفيوس توكن ان افري ستيب، هترجع تعيد كل مره اللي انت حسبته قبل كده. ولكن لو انت معاك كي في كاشنج لا خلاص انت هتكمبيوت الكي في لمين؟ لبس اللي انت بتستعمله او للحاجه الايه؟ الجديده. طيب قلنا معادله الكي في كاشنج المحاضره اللي فاتت وكان جالنا كومنت في الفيديو اللي فات كان بيتكلم احنا بنكوانتايز حجم الموديل نفسه ونقلل حجم الموديل نفسه. فالموديل الويتس بتاعته او الارقام بتاعته قلت، لكن الارقام اللي احنا بنحطها والكي في كاشنج والكلام ده كله احنا عملنا كوانتايزيشن هي كمان. يعني الارقام الجديده او الكونتكست الجديد اللي بينحط هتلاقوه في نفس الوقت ان هم ما تعملوش كوانتايزيشن. باشمهندس احمد طاهر بيقول لك ايه؟ بيقول لك ملحوظه في المعادله بتاعت الكي في كاشنج هي ناقصه البيت بريسيجن، وطبعا نقدر نعملها كمان كوانتايزيشن وبالتالي هي تعتبر صحيحه عشان يعني المثال نفسه كان صح، لكن هو كان بيقول ان احنا كمان نقدر نعمل لها كوانتايزيشن عشان في الاغلب الكي في كاشنج بيعتبرها انها 16. طب ده معناه ايه الكلام ده؟ في المثال القديم اللي احنا شرحناه يعني تعالى نحسب الايكويشن اللي بنقولها دلوقتي، تعالى ندي عليها اكزامبل على طول. بيقول لك بير توكن التوكن الواحد ده الاكزامبل 2 اللي هو الكي والفي في 32 اللي هم العدد اللايرز في كل اللاير شيرد منها كام في كل الكلام ده. بس ما كناش بنحط الحته دي، فهتلاقي الرقم ده كان معمول كوانتيزيشن واحد في السيشن اللي فاتت، فكان واحد ما كانش بيفرق معانا فما كانش محطوط. لكن في الحقيقه باي ديفولت لما الرقم بيجي يتخزن ركز في الحته دي، اما الكي في كاشنج في الحقيقه بيجي يتخزن بيخزن التوكن ده في 2 بايتس، هتلاقي نفسك عامل كوانتيزيشن للموديل بتاعك على 1 بايت وتلاقي نفسك مش عامل كوانتيزيشن لمين؟ للكي في كاشنج. فخلي بالك بالمره ان انت تبقى عارف ان وزاد كوانتيزيشن وكمان هياخد 2 بايتس، فيبقى كده التوكن الواحد بياخد 131 كيلو. يعني لو وصلت لحد 4 كي كونتكست هيبقوا واخدين نص جيجا لليوزر الواحد. لو انت عندك 128 كي هياخد 16 جيجا. فلازم بس هي دي الحته اللي احنا عاوزين ايه؟ ناخدها معانا في المعادله. هنا بيقول لك خلي بالك ان انت ايه؟ عدد الهيدز يعني ما يكتر فاهم اكتر وهكذا. دي حته كده هنتكلم فيها اكتر في الكورس بتاع في ال ام. خلينا ندي كيس كده بسيطه ونفهمها. لو انت عندك 10 يوزرز وال10 يوزر دول المفروض ان انت عندك ادي الفي رام بتاعتك اللي متخزن فيه هنا مثلا هنا الموديل بتاعك، وانت عارف مثلا ان المتبقي هنا مثلا دول 4 جيجا هم دول الكي في كاش اللي انت بتديها، وادي كمان 1 جيجا ولا حاجه ده الاوفر ايه؟ الاوفر هيد. طيب ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي. انت عندك كام يوزر؟ انت عندك 10 يوزر تمام، وليكن 10 يوزر دول وعشان هم 4 خليهم 4 يوزر او خليهم 4 يوزر. كل يوزر من دول اما يروح يكلم على طول مباشره هنا
فكل واحد من دول وليكن هنفترض ان هو هياخد 1 جيجا واحده بس، فكل ده واخد 1 جيجا، خد ده 1 جيجا، خد ده 1 جيجا، خد ده 1 جيجا. كل واحد من دول واخد حته كامله بيستعملها، صح. طيب لو افترضنا هنا في المثال ده ان الكي في ده كبر قوي، الكي في اللي معانا ده كبر جدا، وكل واحد بقى عنده كي في كبيره جدا، يعني كل شخص بقى عنده كي في كبيره جدا، احنا عايزين نتعامل معاه بشكل احسن من كده. فيجي هنا يقول لك ايه؟ يقول لك خلاص هل احنا ممكن نشير الكي في بتاع جلال مع الكي في بتاع احمد مع الكي في بتاع ابراهيم؟ قال لك لا، لان ممكن تكتشف ان الكونتكست بتاع جلال كان بيتكلم عن الطبخ، انما ابراهيم كان بيتكلم عن السياسه، مش عارف، انما علي كان بيتكلم عن السياحه. مهما ما نشارك الكي في او الكونتكست اصلا بتاعهم، هتلاقي نفسك الدنيا كلها ضربت منك، كل الكونتكست دخل في بعض والاجابات كلها مش صح خلاص. طب الحل هنا ايه؟ وازاي اتعامل معاه بشكل احسن من كده؟ هو ده الحل اللي بتقدمه الحاجات بتاعت في ال امز. وفي ال امز اوريدي اكتر، يعني هي معموله للبرودكشن ونتعامل مع اكتر من يوزر وهكذا. وبيقول لك لو انت عندك 100 يوزر شغالين مع بعض، ال 100 دول بيستعملوا الكي في كاش، فانت ما تقدرش ان انت تشير الويتس بتاعتهم كلهم مع بعض. طب الحل هنا ايه؟ الحل ان احنا نعمل حاجه اسمها بيج اتنشن، بتحاول ان هو يتعامل مع الميموري بشكل احسن. طبعا هناخدها في الكورس بتاع الفي ال ام لوحده، ولكن كل الفكره ان هو بيتعامل هنا بدل ما هو بيتعامل مع بلوك واحد لكل شخص، يقدر يتعامل معاه از ان هو زي باجينيشن كده، شبه صفحات، ويقدر كل واحد يتعامل معاه بشكل مور انتليجنس عن الباقي. هي الفكره هتاخدوها اكتر في الكورس بتاع الفي ال امز، ولكن انا بس كنت حابب ادي هنت ان احنا ممكن نتعامل معاه بشكل مختلف في البرودكشن، ويبقى في طرق ان احنا تفتح لنا سكك نفكر فيها بشكل احسن من كده. نرجع تاني للحته بتاعه السي بي يو والجي بي يو. بيقول لك لو احنا مثلا عندنا وليكن السي بي يو اخرها مثلا الكورز بتاعته قليله، 8 كور، 10 كور، 100 كور، اخرها كام يعني. لكن هنا هتلاقي الجي بي يو بتلعب في سكه 10000 كور، 20000 كور، 50000 كور. ده معناه العمليات اللي بتحصل او الباراليزيشن اللي يحصل اكتر، العمليات اللي تحصل بارلل اكتر بكتير. فنبدا نبص بصه كده. بص في مثال صغير كده، مثلا ان مثلا خد قيمه 3 ثواني عشان يعمل لك العمليه دي، انما هنا 1 من 10 ثانيه عشان نشوف، عشان يرن كام فريد مع بعض. فالدنيا هتبقى ايه؟ احسن. وهنكتشف ان الجي بي يو اشطر في العمليات الحسابيه، قلت لك عمليه الباراليزيشن والكلام ده كله. مثال بسيط بس كده عشان نبدا نفهم الفرق بين الجي بي يو والسي بي يو. هتلاقي هنا عندك ان السي بي يو الكورز بتاعتها مش كبيره قوي مقارنه بالجي بي يو، ودي اهم حاجه تبص لها. تاني حاجه نبص لها على طول عشان نفس الشرح اللي احنا شرحناه، الميموري باندويتس. انت هنا اخرك كام؟ يعني 100 جيجا، 200 جيجا، 300 جيجا، انما هنا 3 تيرا و4 تيرا وهكذا. فنبدا نفهم اسرع في الحسابات، اسرع في كل حاجه، واسرع بشكل يخلينا ما ينفعش نستعمل السي بي يوز في كل الحالات. طيب هنا برضو في الليتنسي هتلاقي هنا برضو زي ما بقول لك ايه، السي بي يو لو ليتنسي ثروتبوت او في العمليات الحسابيه، انما ده ايه؟ اعلى بايه؟ بكتير. بيقول لك كان سي بي يو رن اون ان ال ام. يس، احنا نقدر زي ما احنا شغلنا قلامه نقدر نرنها عادي، لكن هتبقى ايه؟ بطيئه جدا، بطيئه جدا. طيب هناخد فكره صغيره في الحته دي عن حاجه اسمها كودا. وخلوني دايما افهمكم برضو معلومه، احاول ان انا اشرح في السيشنز مسميات كتير بحيث تفتح لك انت بعد الكورس انت تسيرش بعد اكتر، تخش انتلز اكتر. ولكن كل حاجه انا قلتها استعملها براكتيكال او هنعمل لها ديموز لوحدها عشان نبدا نفهم. ولكن انا قاصد ان انا لو حتى الحاجه دي في نفس السياق اديك عنها فكره، وفي باقي السيشنز اخش فيها ان ديتيلز اكتر، فده بالنسبه لنا يبقى كويس. فخلونا نستغل الفرصه ان احنا نفهم بس يعني ايه كودا، وبشكل يبسط لك بس لحد ما نيجي عندها عامله ازاي. خلينا اديك مثال. وليكن انت بتكتب عمليات معينه، والمفروض ان انت عندك الجي بي يو بتاعتك، وفي انت بتتكلم معاه، بتكلم معاه بمين؟ بتتكلم معاه بكودر. وخلينا نقول ان الكودا دي عباره عن فريم ورك او كود او طريقه بتتكلم بيها الجي بي يو. حلو حلو. انت ما بتكتبش كودات بايدك، فراكشنز او الكيرنلز، او تعالى ممكن نفسرها ان هي نقول لك دلوقتي الفانكشنز الجاهزه اللي موجوده بتكتبها حاجات شبه باي تورش. باي تورش اوريدي عارفه هتكتبها ازاي. اي فريم ورك شبه في ال ام برضه نفس الكلام. حاجات شبه لاما سي بي بي، كل الحاجات دي بتعرف تكلم كودا على طول. طب كودا هي بتعمل ايه؟ هي الطريقه اللي انت تقدر تتعامل بيها، الطريقه اللي انت تقدر تتعامل بيها مع الجي بي يو وتبعت لها الانستراكشن بتاعتك وتعملها لك. وانا هنا عاوز اركز بس على كام حاجه بسيطه. ايه هي الثريد؟ ايه هي البلوك؟ ايه هي الجريد؟ بيقول لك ان اي عمليه انت هتروح تكلم بيها الجي بي يو، وتعالى ايه اجيب لك بشكل احسن من كده. انت هتعمل مثلا اي عمليه وليكن على قلامه، تقول له جنريت لي توكنز. هعمل موديل مثلا معين، اقول له تيل مي ستوري اباوت ايجيبت. اي حاجه طالما السؤال ده هيعدي على الجي بي يو، هتلاقي في نهايه الحاجه دي في هنا كيرنل، وفي هنا طريقه اللي هي الكيرنل دي او الفانكشن جاهزه، هي اللي بتكلم كودا او هي اللي بتكلم الجي بي يو اللي عندك، وتقول لها ايه؟ يلا نفذي الكلام ده. انت ما بتشوفهاش على طول وانت ما بتكتبهاش انت،
هي اوريدي موجوده، ولما بتكتبها لوحدها باي دي. طيب لما نيجي هنا، طب هي اي عمليه حسابيه بتتفهم ازاي؟ قال لك بتتفهم عن طريق 3 ليفل. اول حاجه اسمها ان كل السؤال بتاعك ده هنسميه جريد، الشبكه كلها اللي هي دي، وليكن يعني اللي انت كل الحاجات اللي انت عايز تحسبها، وكل جريد فيها مجموعه من البلوكس. بلوك 1، بلوك 2، بلوك 3، وكل بلوك من دول جواه ثريد 1، ثريد 2، ثريد 3، ثريد 1، ثريد 2، ثريد 3، ثريد 1، ثريد 2، ثريد 3. هتلاقي نفسك هنا ايه؟ ده الثريد. هتلاقي نفسك هنا ايه؟ ان في النهايه الثريد هي الوحده او اقل وحده ممكن تشتغل بيها، وليكن الثريد الواحده لو انت بتضرب ماتريكس في بعضها، فالثريد الواحده هي بتبص على رقم بس في الماتريكس دي، انما بلوك مجموعه من الثريدز مع بعض، انما الجريد هو البرنامج كله. طبعا ان ديتيلز هنعمل حلقه كده منفصله، ولكن انا لازم افتح لك السكه بتاعت هي الجي بي يوز دي هنكلمها ازاي، البرنامج بتتكتب ازاي فيها. تمام. هنا بيقول لك اهو انت ليه مهتم بالكلام ده؟ قال لك عشان انا لما باجي اكتب الكلام ده في كوده، ده الحته المهمه بس بالنسبه لي في الحلقه دي، لما بتيجي تكتب الكلام ده في كود هتلاقي نفسك ان انت بتمر بمشاكل كتيره قوي. الكود صح وشغال صح بس بطيء، والبطيء دي الاسباب. ايه هي الاسباب؟ خليني اقول لك ان قلت لك في اكواد جاهزه مكتوبه او الكيرنلز اللي موجوده عندنا. انت مثلا كتبت بتقول تورش مثلا، جاي مثلا باي تورش وتقول لها ماتريكس مالتيبليكيشن ام يو ال ومديها اي بي، ده كيرنل جاهز باي تورش. انت خلاص مسافه انت كتبت كده، باي تورش على طول هتنفذ لك على كوده، العمليه تنفذ لك بسرعه اللي هي ضرب مصفوفتين في بعض. لكن انا لو قلت لك مثلا هعمل هكستمايز مثلا فانكشن معينه ليه اسمها او بي مثلا، كستمايز اوبريشن، وبتاخد اي بي برضه، دي مش موجوده جوه، كود مش مكتوب لها كود ينفذها، بتلاقيها بطيئه. فاللي يحصل يا اما يحولك على طول على السي بي يو، يا اما تتعامل باي طريقه ثانيه. بس هنا تكتشف ان طب انا كاتب الكود صح، المفروض الريزلت صح، بس ابطا ليه؟ عشان انت مش فاهم ايه اللي موجود في الكود او الكيرنلز ومش مستعملها صح، وكاتب حاجات ما استعملتش الايه؟ الكيرنلز دي. طيب كمان حاجه، انت ممكن تعمل حاجه اسمها اللي هي الكيرنل انفيوزد دي. طب ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك لو افترض انت مثلا قلت اكس بتساوي ايه زائد بي مثلا فور اكزامبل، محتاج اعمل مثلا اكس بتساوي اكس في سي، واكس بتساوي اكس على دي اتعملت في 3 خطوات، صح. هو دي المشكله، ان دي مره راح اقرا فيها الميموري وجه من كود او من الجي بي يو، ودي مره راح اقرا فيها الميموري وجه، ودي راح كل مره اقرا فيها الميموري وجه، في حين انها كانت ممكن في الحقيقه كانت ممكن تبقى ايه؟ كانت ممكن تبقى اكس بتساوي A زائد B مضروبه في C مقسومه على دي. فمره واحده راح قال كل الفاريبلز دول وعمل لك كمان حسابيه وارجع لك بيها ايه؟ تاني. بيقول لك هنا برضو دي من ضمن المشاكل ايه اللي هتبقى موجوده عندك، ده اللي ممكن يقلل لك الطريقه دي. وعشان كده لازم نفهم ان مش بس هيبقى بطيء في الحسابات، البطء كله هيبقى في نقل الداتا. لو خدت بالك في الامثله كلها عباره عن نقل الداتا وازاي نقدر نشتغل بيها. لازم نكتب كود يعني بكوده كويس ونكون فاهمين احنا بنكتب ايه عشان الميموري نستعملها صح. بس كلمه كده بيقول لك يعني من ضمن المشاكل دي ان شاء الله ما نيجي عندها، يقول لك ان انت في حاجه اسمها فلاش اتنشن، طريقه بيوبتمايز عمليه الضرب وحسابات الاتنشن فبتسهل له الدنيا شويه، اللي هي التريتون ده. دي طريقه بنكتب بيها برضه زي لانجوج بنكتب بيها كوده نحسن بيها الدنيا. او الفيوز دي كيرنل زي ما انت شفت قدامك، ان انت العمليات المتنطوره دي كلها تخليها ايه؟ كلها في بلوك واحد مع بعض. تمام. انت خلاص كده فهمت ان الجي بي يو ليه سريعه وليه اسرع بشكل كبير جدا، واسينك من الكلام ده كله بالنسبه لنا احنا فهمناه خلاص. بس هتبدا تفهم ام في ال ام والحاجات اللي احنا هنبدا نستعملها الايام اللي جايه. هتشوف بقى الديموز اللي هتحصل ازاي هيحصل الاوبتمايزيشن ده، ايه اللي هيقع. هتلاقي الجي بي عندنا اتملت خالص. طب هنحسنها ازاي يا جلال؟ طب هتنستول ايه؟ طب هننزل ايه؟ نحل المشاكل دي كلها ازاي؟ ده هيبقى في الديموز اللي بعد الفاونديشن اللي انا قلت لكم عليها في الاول. واحنا كده فهمنا بس ان اللعبه كلها هنا هي ميموري باوند اكتر ما هي كومبيوت باوند. ان فكره ان انا اجيب الداتا اعمل عليها اوبريشنز دي الابطا، انما السرعه انا سريع اصلا، بعرف اعمل ايه؟ بعرف اعمل عمليات حسابيه از جي بي يو. فبيقول لك بس هنا هنعرف لك بس كده كام ماتريكس تقدر تحسب بيها اللي بيحصل. حاجه اسمها تي تي اف، تايم تو فيرست توكن. التايم تو فيرست توكن ده اللي هو وقت اول توكن ظهر. انت كتبت برومبت حسب البريفيل فهمه بسرعه، اول توكن بقى ظهر لك قد ايه. فانت برضو دي حاجات بتقدر تحسب بيها الجي بيز مناسبه معاك مع المودلز مع الداتا باندويتس وكل الكلام ده. وفي حاجه ثانيه اسمها تي بي او تي اللي هي التايم بير او بالتوكن، اللي هو خلاص بقى التوكنز العاديه اللي شغاله في النص كل التوكنز بتطلع كلها قد ايه. فتي تي اف تي اول توكن بيظهر، تي بي او تي التوكنز العاديه اللي باقيه بقى بتطلع في قد ايه وقت. وبس انا كل اللي انا كنت محتاجه في السيشن دي الكام حاجه اللي احنا اتكلمنا فيها. المفروض ان احنا
حاليا نبدا بس نتشيك الحاجات دي ونحفظ منها كويس. وان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن الجي بي يوز، هنتكلم عن انواع الجي بي يوز، وكده هنبدا الحلقه اللي جايه بديمو على الحلقه دي. ولكن انا محتاج منك ان انت تتاكد على كل الحاجات اللي انت فاهمها، تاكد الفوكابلري اللي موجود في اخر كل محاضره عشان تفهم. بس لو محتاج تسال اي حاجه، في اي حاجه واقفه معاك، سيرش على شات جي بي تي مره واثنين وثلاثه، حابب تسال في الكومنتس اسال، ولكن ادي لنفسك الفرصه دايما والمساحه انك تروح تسال وتجرب وتقول وريني اكزامبلز وهكذا. ده يسهل لك الفكره. وان شاء الله موفقين. ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هتبقى عن الهاردوير، الحاجات بتاعت نيفيديا، نتكلم الحاجات بتاعت ابل، نتكلم الحاجات دي كلها. ان شاء الله اقابلكم الحلقه الجايه. لو حد عنده اي سؤال يسال في الكومنتس. السلام عليكم.